تعرف ان يوفنتوس سارقين شكل القميص المخطط بتاعهم من نادي انجليزي، وان الفريق اصلا في الاول كان بيلبس لون تاني، والقميص ده وراه حكايه. اول ما تم انشاء نادي يوفنتوس في البدايه كان نادي هواه صغير، وكانوا بيلبسوا قمصان لونها وردي وبجرافات سودا، لكن مع اللعب بقى والزحلقه والمطره القمصان دي كان لونها بيبهت وبيبقى شكلها سيء جدا. وفضلوا على الحال ده لحد ما انضم لهم رجل اعمال انجليزي اسمه توم سافيج، وقام مكلم بعدها مورد ملابس رياضيه في بلده نوتنجهام، طلب منهم طقم شيك بالوان حيويه ومزهزه، وهو اللي قال مزهزه. بعد شهر واحد بس الطرد جه، ولاعيبه يوفنتوس كلهم اتجمعوا عشان يشوفوا القميص الجديد، لكن اول ما فتحوا الطرد اكتشفوا الصدمه. قميص ابيض في اسود مخطط، قالوا عليه ان هو شبه لبس المساجين او ممكن تروح بيه اي عزا. الفكره ان القميص ده اصلا بقى كان بتاع فريق نوتس كاونتي في نوتنجهام، الظاهر كده ان الراجل بتاع الملابس الرياضيه كسل فقام باعت لهم القميص ده. وبعد الصدمه اللي حصلت لهم قعدوا واحد واحد حرفيا يسبوا ويشتموا في الانجليز، وحلفوا انهم ما يلبسوش القميص ده غير لما تعمل فولو ولايك وتكمل الفيديو. وبرغم انهم ما كانوش راضيين عن شكله الا انهم اضطروا يلبسوه في النهايه، لان ماتشهم الجاي خلاص قرب وما قدامهمش حل تاني. لكن المفاجاه حصلت. من اول ماتش للفريق بالقميص الجديد الفريق بدا يكسب، وشافوا ان النحس اتفك. فوز ورا التاني، الغضب اللي كان عندهم ده اتحول لحب للقميص الجديد اللي بقى رمز للشياكه والاناقه الكلاسيكيه وهويه نادي يوفنتوس. اليوفي لحد النهارده ما نسيش فضل نوتس كاونتي عليهم، وانهم بيلبسوا قميصهم لحد دلوقتي، ودعوهم من سنين يلعبوا ماتش ودي قصادهم، ولما حصلت لهم ازمه ماليه اقترحوا ان هم يبعتوا لهم تيشيرتات. لو انت بقى دحيح كوره او ابن السيده العجوز ابقى قول لي في الكومنتات الماتش اللي لعبوه ده خلص كام وكان على ملعب ايه. تصحابكم السلامه.